بسم الله، السلام عليكم إخواني أخواتي، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا التسجيل الصوتي الجديد من برنامجكم فود بودكاست. كنجيوكم اليوم في حلقة ديال مراجعة ديال الدور 16 اللي فيه بزاف علاش نهضروا إن شاء الله. فباش ما نطولوش كثيرا، مرحبا بالسي حاتم، السلام عليكم. السلام عليكم السي بدر، السلام عليكم متتبعي الفوت بودكاست. نتمنى انه الامور تكون مزيانه في هاد الظروف الجويه الصعبه. أييه، يعني نبداو على بركة الله بالمباراة ديال باراغواي فرنسا. تكلمت على الظروف الجوية، فحتى فرنسا عانت من الظروف الجوية، لا في الجو ولا في الأرض. يعني ماتش كان صعيب. باراغواي كتخسر وكتخرج بنتيجة 1-0. آه، اللي هو وقع أكتر من أرضية الميدان، لأنه أرضية الميدان كانت بمثابة مصارعة دخلت باراغواي، ماشي أنها باغا تماركي، ولكن باغا تدفع الماتش لأبعد نقطة بالطريقة اللي هي باغاها. لأنه حاليا ليس هنالك مجال والإمكانيات اللي عند الباراغواي أنها تواجههم ندا لند، أو على الأقل هذه هي الفكرة اللي كانت عند المجموعة ديال باراغواي. اللي وقع حتى من ورا الماتش، المناوشات ديال مبابي وكلام ديشان ورد ديال واحدة نائبة باراغوايانية، والأمور تتصاعد أكثر فأكثر. فمباراة السي هاشم لا شك أنها كانت أبعد من كونها مباراة، لكن فرنسا كتحقق المطلوب وكتأهل، وهذا هو الأهم. وما تدفعش لها الماتش 120 دقيقة اللي كانت غادي يكون عندها واحد ديزافونتاج عفوا كبير أمام المغرب. وحتى الاصابات يعني ما خرجوا بدون اصابات، نظرا للضرب الكبير اللي تعرضوا ليه. الصراحه ما المهم ما نطولوش بزاف في هذا الماتش هذا باش نحاولوا اننا نوظفوا هاد المعلومات في حلقه ديال قبل المغرب وفرنسا. مي انا اللي غنقول هو ماتش ديال فرنسا وباراغواي كان ماتش، يعني باراغواي حشومة أنهم منتخب اللي حشومة أنه يلعب كأس العالم، حشومة أنه يوصل لهاد الدور هذا. لا يستحق تماما هذا الإنجاز هذا، لأنه منتخب ما عنده لا إمكانيات تقنية لا إمكانيات تكتيكية لا والو. هي مجرد تكتلات دفاعية، ضرب 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 تنشوفوا فين غادي يخرج هادشي. وأنا علامات الاستفهام الكبيرة واللي غنجيو لها بتفصيل كتر ديال التحكيم اللي اليوم لأنه شفنا ماتش ديال فرنسا وباراغواي، لعبت باراغواي عرفتي دوك الضريب ديال شحال هادي قبل الفار، كدير ها ها كتشوف واش الحكم ما كيشوفش فيك، كتبوكسي بنادم ولا كتعفط عليه ولا تشتف عليه. ما عرفتش زعما الصراحة بزاف ديال اللقطات كان بواحد الطريقة مبالغ فيها. مبابي اللي كان كيجري تلقى واحد اليد نوشية فيه. بيلان تيبداو كيعبطوا وهذاك على. كاسيريس اللي بغى اللي دار لا فوطو وعاود ورك عليه برجلو، ما شي حوايج غريبين صراحة. ما المهم انا باراغواي منتخب اللي صراحة كنعيفو من النهار الاول اللي تفرجت فيه، كنعيفو. ولما كنشوف المنتخبات اللي تأهلات من المجموعة ديال تركيا، والله الا دوك التواركه خصهم يحشموا على اعراضهم اللي تقساو مع مثل هاد المنتخبات، لا باراغواي لا استراليا ولا، يعني حشومه كاع. رأييا يعني فرنسا خرجت من هذا الماتش هذا بداك الشيء اللي هي بغات، ونجيو لها اكثر ان شاء الله الحلقه ديال المغرب. إن شاء الله. لعل أهم المفاجآت كانت في المباراة التالية اللي هي ديال النرويج والبرازيل. اللي غتلاحظوا أكثر هو أنه في الحلقة الماضية ديال دور 32 ثنينا على بزاف ديال المدربين، فإذا بهم يعني في هذا الدور هذا الكثير منهم ما قدموش الأداء اللي كنا كنثنيو عليهم فيه. غادي نجيو لهم إن شاء الله. أولهم وهو كارلو أنشيلوتي والبرازيل. يصدم ويصعق العالم كله بالتجربة النرويجية اللي مازال مكملة معنا في هذه كأس العالم هذه. النرويج وهالاند اللي وصل 7 الأهداف، يعني ما أحلاه مونديال، أول مونديال ديالك كتسجل 7 ديال الأهداف. فهذا شيء كبير لمهاجم، لا شك أنه كبير. سي حاتم، الصدمة في الأوساط البرازيلية ما هو التبرير ديالها؟ واش غادي نقول لك السي بدر، يعني التبرير ديالها متشعب. اولا انا بغيت يعني نلبس التوني ديال البرازيل ونقول واحد الراي ديالي متواضع. بطبيعه الحال ما يبدلش بزاف الامور، مي انا الراي ديالي كنظن انه الاتحاد البرازيلي ما خصوش يكون متسرع ويمشي مع الموجه واطفاء الغضب الجماهيري آه، بالاقاله ديال انشيلوتي مثلا، لانه شفت بزاف ديال الترشيم ديال أنشيلوتي بهذا المعنى أنه خرج على الفرقة في التغييرات، و
ادخالوا نيمار ما كانش موفق، ادخالوا يعني الكوتشينغ ديالو اون جينيرال ما كانش موفق. شوف انشيلوتي يلام في مجموعة من القرارات، لكن هذا لا يمنع أنه أنشيلوتي مدرب كبير، ومدرب أنا متأكد لو أنه تعطاتو الفرصة كتر وكتر والوقت كتر وكتر، أنا متأكد مما لا شك فيه أنه أنشيلوتي غينجح مع البرازيل في المستقبل إن شاء الله. لأنه ما نساوش أنشيلوتي راه يلاه كمل عام على رأس القيادة الفنية ديال البرازيل. إلا جينا بغينا ندويو على الماتش، فالصراحة النرويج أولًا تُرفع لهم القبعة، منتخب اللي عنده جيل تاريخي وعنده مدرب اللي كيعرف يستغل هاد الجيل هذا. أولًا عنده هداف كما كنقولوا بلغة الكورة مهاجم تقاب ما كيعرفهاش الشبكة. يعني هالاند لا جينا نرجعوا للأطوار ديال الماتش غنلقاو أنه غاب 90 دقيقة، لكن بان في جوج كواري اللي كان حاسم فيهم، ولو أنه كان الدفاع ديال الهدف الثاني أصاحبي. الهدف الثاني والجهة اليمنى اون جينيرال اللي دوينا عليها بزاف، وجود دانيلو اللي حشومة صاحبي. داك دانيلو يلعب في البرازيل، والإصابة ديال ويسلي قبل المونديال صراحة صعبات الأمور بزاف على البرازيل في ظل العجز الرهيب اللي عندهم في هذا البوست هذا. يعني هالاند بين مرة أخرى على أنه مهاجم وأحسن 9 كلاسيك كاين حاليا في العالم ممكن بدون منازع. حتى سولبا كانت التغييرات ديالو مفيدة جدا، إدخال ديالو لشور دروب جناح ديال بنفيكا اللي فايت دوينا عليه لا كتذكر، وقلنا بأنه الناس الرياضيين راه عقلوا فاش لعبوا ضدو، راه جناح مهاري وسريع وكيخلق بزاف ديال الفوضى في الدفاعات ديال الخصوم، وهادشي اللي دار دخل في الشوط الثاني النوسه اللي ما كانش ممكن في الشوط الاول اون فورم، دخلوه في الشوط الثاني. بيوتا بجوج جاو من جهته، يعني هو اللي صنع البيوتا بجوج، وهذا دليل على المستوى اللي قدم والإضافة اللي قدمها. البرازيل البرازيل يعني اش غادي نقول لك، البرازيل أظهرة بلا ما ندوي، لأنه صافي قلت كلشي طيلة هاد المونديال وأنا كنقول على إشكال الأظهرة. مي أنشيلوتي كما قلت ما خصناش عاوتاني نكونوا قاسيين عليه، ولكن عاوتاني ما خصناش نكونوا نساو أنه ارتكب أخطاء، هذا هو الواقع. أنشيلوتي ارتكب مجموعة من الأخطاء، من بينها الإصرار ديالو على كاسيميرو منذ البداية ديال البطولة، لأنه كاسيميرو بان أنه خارج تغطية مع أنه جاي من عام مزيان مع اليونايتد، ولكن بان أنه في المونديال ما شادش لافورم، ثقيل بزاف لواحد الدرجة. يعني كان المفروض أنه أنشيلوتي يتشجع ويخرّجو، يدخّل فابينيو مثلًا أولا لاعب آخر في ميليو تيران ويخلّي كيمارايش هو اللي يأدي دوك الأدوار ديال لأنه لي دوزيام بال ما كان كياخد حتى كورة كاسيميرو. شنو الدور ديالك أنت كارتكاز؟ هو تاخد تسبق لي دوزيام بال، أنت ما سبقتي حتى لشي كورة تانية. يعني قرارات صراحة غريبة من أنشيلوتي. الاستبعاد ديالو لجواو بيدرو تا هو يوم بعد الإقصاء خصنا نجبدوه. يعني إصابة رافينيا أثرات وي ممكن، ولكن على أيٍ يعني البرازيل صراحةً كنظن أنه مشكل كبير في الكورة ديالهم. مي ما غاديش عاوتاني نبداو نخدموا في داكشي ديال الشعبوية ونقولوا البرازيل على خطى ألمانيا خطى الطاليان. يعني وضعية البرازيل تبقى أحسن منهم، مي خاص خدمة كتيرة على مستوى التكوين، المستوى ديال الأظهرة بالتحديد، ومع المستوى حتى رأس الحربة، لأنه شفنا ديك الكرة اللي زقل إندريك يعني صراحة غير مقبولة تماما. مي على أيٍ هو شوف ماتش كان 50-50. ممكن لو أنه نيلاند ما تألقش بهذاك النيفو ديالو وجبد بيلانتي وجبد مجموعة، كانت ممكن الأمور غادي تبدل والهضرة غادي تبدل. مي هذا هو هذه هي الكورة. النتيجة كتأثر بزاف، مي ما خصناش عاوتاني نجردوها من الكونتكست ديالها. في أحد أصعب المباريات اللي كانت، ومباراة سيذكرها التاريخ على ما أظن، هي المباراة القادمة اللي غادي نهضروا عليها ديال إنجلترا والمكسيك. إنجلترا في أحد أصعب اختباراتها كيف ما قلت، والدليل أنه الاحتفالات اللي احتفلوا فيها والإنجليز كتسهر على هذا الفوز هذا اللي كان صعيب جدا. فالأستيكا أحد أصعب الملاعب في العالم، نظرا كأجواء،
جماهيرية، كأجواء يعني مناخية، وكذلك حتى أنه كاين واحد النوع ديال الانفاسيبيليتي ديال المكسيك. المكسيك ما كتعرفش كثير من الانهزامات في الأزتيكا، وإنجلترا جات كمتحدية، وكانت تساؤلات على توخيل والكوتشينغ اللي غادي يديروا في هذا الماتش هذا. مباراة كانت فيها الإثارة حتى آخر الدقائق. بعدما إنجلترا تمكنت بيلينغهام جوج أهداف جوج دقائق متتالية. بيلينغهام اللي قدم واحد الماتش اللي يعني ماتش كبير جدا، بقى حتى لآخر دقيقة. وكذلك المكسيك تعود سرعان ما تعود بتقليص الفارق، وكيرجعوا عاوتاني المعنويات بكيميونيز. والشوط الثاني كان كلام تاني، والإثارة زادت وزادت وزادت. بالحمراء بالبيلانتي كاين اللي كيتسبب في بيلانتي، والفرص تتوالى للمكسيك. لكن في الأخير المكسيك السي حاتم بقى عندها ديك عقدة ديال دور 16، زادوا ليهم دور أول مرة كيفوتوا الدور اللي ورا المجموعات، لكن بقى هاد العقدة هادي. وإنجلترا بتكتيك اللي هو انتحاري ديال توخيل، إدخال دان بيرن، وكذلك منظومة ديال 5-4-0 اللي دارها، خاطر بشكل اللي هو كبير، ما كانش عنده حتى شي مهاجم في الآخر على ما أظن. ولكن جا وجنا تيمار وتأهل بعد ماتش صعيب. كنظن انه توخيل كان هو النجم ديال هذا الماتش هذا. يعني توخيل دار كوتشينغ رفيع جدا. شفنا اولا لي شوا ديالو من البدايه، كنا كنعيبوا عليه على مستوى اختيارات ديال الاجنحه، الادخال ديالو المادويكي والادخال ديالو ديال راشفورد. اليوم دخل ساكا من الاول، ساكا اللي عطى بيت بيلينغهام لا تيت بلونجونت اللي كانت، وغوردون في الجهة الأخرى اللي دار مباراة خرافية ومجهود بدني جبار. غوردون يعني لاعب اللي كيجري بزاف في التيران، كيمحن أي جناح، سيرتو بدنيا كي إبويزيه بهذا المعنى هذا. والبيلانتي اللي جاب راه كيدل على أنه زعما ماشي أي لعاب غادي يمشي لديك الكرة اللي شبه ميتة ويلوح فيها رجلو ويحاول أنه يموت معاه ويجيب يعني. ماشي أي لعاب يدير هاد الشي. فعلى المستوى اللي شوا في الاول، ما عدا الظهير الايمن اللي كما قلنا ادخال ديال كوانسا راك غادي في اطار الترقيع وصافي. ولكن على اي يعني كوانسا اللي خدا حمراء ووضع انجلترا في واحد الموقف صعيب. وللامانه لما انجلترا خدات حمراء، انا هنا بديت كنقول انه ممكن صافي الامور غتخرج على السيطره بالنسبه لانجلتير. وغادي لانه كنعرفوا الانجليز عندهم مشكله ديال الشخصيه ديالهم في الاوقات الصعبه ديما كيهتزوا. مي هادشي اللي شفت من الانجليز اليوم نقدر نقول انه عمري ما شفته في حياتي. القتاليه اللي لعبات بها الانجليز عمري انا شخصيا ما شفتها. الروح اللي كانوا كيلعبوا بها لما ميكسيك ضغطات عليهم وبداو كيلعبوا عليهم العرضيات والكرات الطويله، وكيفاش كاع الكواري قطعوهم. زائد التغييرات ديال توخيل اللي كانت ذكيه بزاف. هو شاف انه المكسيك ولات كتلعب واحد لو جو ديريكت، ولات كتلعب على العرضيات. زادت لك ان افون سونتر اللي هو داك سانتياغو خيمينيز ديال الميلان، وخلات لك راؤول وخلات لك الدراري كاملين ولاو يلعبوا على العرضيات. مشى زاد لك اكسيال اخر اللي هو ستونز، وخرج كونسا اللي كان عنده يتحمل مسؤوليه كبيره في البيت ديال كينونيس، لانه هذيك ماشي ديجاجمون ديال الكره. حنا فاش كنا صغار كنا ديما طابوا ودنينا بكلمه واحده، هي انه خرج الكره للجناب. ديما كيقول لا كغارديان ولا كمدافع، ديما كيقول لك لما تخرج خرج الكره للجناب، ما عمرك تخرجها للوسط. حتى بالنسبه للجوال والناس اللي شويه كانوا لعبوا مثلا كحراس، عارفين انه هذه القضيه هذه راه كاين المدرب اللي كيقول لك حتى الباس ما تعطيش داك الباس الوسط، حتى الباس ما تعطيش الباس اللي هو في البروفون، ديما الباسات خرجهم للجناب. واخا يبان لك الثغره واخا يبان لك الحل. وسمعنا عليها الهضره هنا هذه القضيه بزاف، ولكن مع الوقت كتعرف وي ما يمكنش انا كونسا كره جايه من الجن نرجعها بحال هكاك بديك الطريقه. الدوزيام بار خدا كينونيس غادي يخشي فيها رجلو غادي تماركا بوحدها، فهمتي. وفي جانب اخر بيكفورد، ما نساوش بيكفورد دار ماتش خرافي. احسن المباريات اللي شفتها لبيكفورد. بيكفورد اللي ولو انه ماشي احسن حارس في العالم ولا ثاني ولا ثالث ولا ممكن حتى رابع وخامس، ولكنه هو احسن حارس في الانجليز. هو الوحيد. راه واحد الوقيته طلع رامزديل، طلع نيك بوب، طلع هندرسون، طلعوا حراس. مي هو الوحيد اللي تحسب له هذيك الاستمراريه ديالو طيله تقريبا 8 سنوات، وهو
المستمر، وجبد مجموعة من الكرات. حتى ديك لاطيت بلونجونت اللي كان دير راؤول خيمينيز في الأول صعيبة، دارت الروبون في الأرض وجبدها، هذيك ماشي سهلة تماما. فالمكسيك ولات لعبات على العرضيات بزاف، وتوخيل عارف هادشي، زاد ليهم دان بيرن اللي الطول ديالو بطبيعة الحال كيعاونو. ممكن أنه نوعا ما نقدروا نعيبوا أنه شوية بالغ في الدفاع، لأنه المكسيك كون ماركات عليك في هذاك السيناريو، في هذاك التشكيله اللي بغيتي تلعب بها، راه في اشواط اضافيه تكرفس، ما تلقاش بين من تلعب القدام، وحتى بدنيا غتكون تهلكتي. مي هو صافي لعب الكل للكل، خدا القرار ديالو، عنده طرد، ما عندوش بزاف لي زوبسيون، خصو يتشجع، خصو يتخذ القرار، وكنظن انه اتخذ القرار الصحيح والقرار اللي هو مناسب. هاد القتاليه هذه الا بقات عليها الانجليز، فكنظن انه غيكونوا رقم صعب، لانه هذا هو النقطه اللي كانت كتنقص الانجليز. ويمكن الله اعلم، رغم انه انتقد نحن طوخيل عليها، ما يمكن انه القرار ديالو باستدعاء بعض اللاعبين واستبعاد اخرين، وجود لاعبين بحال هندرسون بحال ستونز هما ملعبه ما لعبوش هذا العام سميتو، مع ذلك عيط عليهم. كنظن انه واضح انه عطى واحد ايجابيه، روح ايجابيه مهمه في الفيستير، مع الروح القياديه ديال بعض اللاعبين الانجليز، كين، بيلينغهام، رايس، هاد اللعابه اللي ولاو كيلعبوا دابا في هو نيفو، ولاو خداو ديك المناعه كونطر هاد المواقف الصعيبه. وكنظن حتى خروج بعض اللاعبين الانجليزيين اللعب برا انجلترا عاون بزاف، لانه كاين ديال توتنهام ماشي هو كاين ديال البايرن في الشخصيه ديالو، في قوه الشخصيه، ثبات في المواقف الصعيبه. بيلينغهام خدا مناعه رهيبه جدا لما ولا مع الريال. رايس مع هذا الموسم هذا الارسنال، يعني لما كتلعب مع فرق كبيره كتعاونك ماشي كجوده بقدر ما هو كشخصيه ديالك. لكننا غنتحدثوا على الشخصية وعلى الكوتشينغ وعلى المدرب. خلونا نتكلموا على البرتغال وإسبانيا. خروج البرتغال وانتهاء حلم رونالدو الأخير في فرصته الأخيرة في مباراة للأمانة ما قدمتش فيها البرتغال أوراق الاعتماد، حتى أنه ممكن تكمل أشواط إضافية، وأظن كانت هي الخطة اللي دخل بها مارتينيز. وشفنا داكشي اللي وقع ورا الماتش ديال اللاعبين اللي ما بغاوش كاع يهضروا مع مارتينيز، خروج مارتينيز وباقي كيقلب على شي جيل امكاني، ذهبي، شي جيل ذهب، شي راه جيل شي جيل ذهبي، ذهبي شي نقتلوه. جيل ذهبي عاوتاني والله تصفيو عليه. اسبانيا اللي جاتك ضرباتك في بيت وخلاتك انت وكتعذب ومعذب راسك، وما كاينش شي روح اللي زعما بانت ليا في هاد البرتغال طيلة هاد المنافسة. حاولنا نلقاو الإيجابيات، كانت إيجابية واحدة هي 5-0 ضد أوزبكستان، وقليلا نوعا ما ضد كرواتيا ديك الاستماتة. المدرب تاكي لقى راسو صافي غيتقصى، عاد كيدير داكشي اللي خصو يدار. رجا ناينغولا اللاعب ديال بلجيكا كان قال أنه آه، ناينغولان كان أحد أكبر اللاعبين في ديك ديال الوقيتة في داك الجيل. كون كان عندنا مدرب آه، اخر داكشي علاش كان مابقاش دينا كيجيبو. كان دينا القاب، لان كان عنده مشاكل شخصية مع يعني ناينغولان. شوف في المنتخب راه المنتخب ماشي هو الفرقه. المنتخب انت عندك واحد اللعابه، عندك واحد الجوده ديال اللعابه اللي ما نقولش كيلعبوا لراسهم، ولكن راه كيديروا شحال من حاجه لراسهم. انت المطلوب منك هو فقط لا جيستيون، انك دير داك لو شونجمون في التوقيت المناسب، في المكان المناسب، تختار اللعاب المناسب للماتش المناسب، وصافي غير كتجيري هادشي. راه ما كنطلبوش منك شي مركبات تكتيكيه عجيبه غريبه، ولا دير لنا شي غوارديولا شي حاجه، لا لا. على اي دابا الا بغينا ندويو على الماتش وعلى البرتغال واقصاء ديالهم اللي للامانه كان منتظر. شفنا البرتغال منذ البداية، خلي ماتش أوزبكستان للأمانة ماشي معيار تمام. أوزبكستان من الفرق القلال اللي خرجوا بصفر نقطة في هذا المونديال هذا. يعني كتشوف البرتغال ما قنعات في حتى ماتش، كتشوف الثنائية ديال فيتينيا وجواو نيفيس كيفاش كتلعب في البرتغال مع مارتينيز، وكيفاش كتلعب في باري. شتان الفرق، كتشوف برونو في اليونايتد وكتشوف برونو دابا. كاين النقص ديال الروح هذا اكيد، ومعروف على اللعابه ديال البرتغال وعلى اللعابه الاوروبيين كاملين ماشي معروفين، ماشي هما امريكا الجنوبيه في هادشي ديال الروح والقتاليه وداك الشيء. مي هذا لا يمنع ان شو اللاعب ما بقاش كيعرف يدير باس، هذا لا يمنع انني
انني نشوف فرقه اللي ما قادراش توصل كره لاتاكون ديالها. وناس تقريبا بعض الناس اللي كيسبيوها في رونالدو دابا. يعني رونالدو جات شي كره فاس فاس وزقلها. رونالدو راه تقريبا ما قادش كاع كره الماتش كامل. وهذا بعض الامور اللي صراحه لما انا كنشوف الماتش ديال كرواتيا السي بدر تكلمنا عليه هنايا ودوينا وقلنا الجهه اليمنى كانت ميته في وجود نيتو وفي وجود كانسيلو. خرجتيهم، لما خرجتيهم اشنو طرا؟ تحركات ديك الجهه ياك. هذه اولا، قيد معايا هذه اولا. ثانيا كان عندك الجهه اليسرى، قلنا شنو قلنا انها كانت محركه في وجود شكون؟ ليا في وجود ليها، ها هي ثانيا. دونك زائد الميليو تيران، لما دخلتي روبن نيفيس حسيتي انه كيتقد باسات متقدمة ساد الوسط هذيك. وخرجتي برونو. يعني كنتي كتشوف سوا الكوتي دروا سوا الكوتي غوش سوا الميليو تيران، جربتي واحد التركيبه ما خدماتش لك. لما كتبدلها بمنتخب قوي بحال كرواتيا دارت الفرقه، دارت معاك الكره. السؤال انا اللي عندي هو علاش غادي نرجع عاوتاني نلعب كانسيلو ونلعب نيطو ونلعب فيليكس. ونجلس ليا اه. لياو اللي دار ماتش كبير ضد كرواتيا. السؤال ديالي هو علاش جلس، مع انه البرتغال ما بانتش انها باغا تستحوذ، وبطبيعه الحال ما غاديش تستحوذ. وحتى كون كانت باغا تستحوذ تكون من الحماقه تستحوذ مع الصبليون. ما يمكنش. يعني انت تلعب مرتدات، لما نلعب انا مرتدات خصني نلعب ديال المرتدات اللي هو لياو. سؤال كيطرح نفسه. خروج ديال نونو مينديز زاد خلى لاميني ياخذ راحته، رغم انه لامين ما كانش فيزيكمون في دقيقه 60 ولا سميتو كان ديك الساعه راه تراجع شويه. اما داك الشونجمون مثلا تخيل ما يكون نونو تصاب في بدايه الماتش، سالا هاد الحفله، سالا الماتش صافي. ما يعني السبليون كان السبليون مع دي لافوينتي في هاد النسخه هادي وكانها رجعات لديك داكشي ديال انريكي. منتخب هو ممكن بخبث كتر، انه منتخب كيستحوذ على الكره بواحد الطريقه مبالغ فيها. يعني شنقول لك كيحرموا الخصم من الكره حتى صافي الخصم كينيس بهذا المعنى اه. هذا. اولا مزيانه لانه كل ما انت عندك الكره كل ما خطوره الخصم اقل، هذه بطبيعه الحال. وكتخليك تيبويزي الخصم بدنيا. الخصم كيجري. ديالك كيجري بزاف كيعيا، ثم في لحظه واحده كتضربوا بهذاك البيت اللي. وهذه هي القوه ديال السباليون، ان ما كتخليكش تلعب، ما كتعطيكش كره باش تلعب اصلا. ما بقيناش كنشوف ديك السباليون اللي بحال اليورو مثلا اللي منتخب اكسبلوزيف في الجناب وهادي واللي ريتم اللي كيكون طالع كيقتلوا الريتم على الجهد، يماركيو داك البيت ويشدوا كره يبقاو طق 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 وخذ انت اللي قديتي. يعني ممكن هذا الاسلوب هذا ماشي جميل للعين، مي راه خدام ليهم. رودري سيرتو لما نقدر نفسرها لا فورم اكتويل ديال رودري، لانه رودري ديال 2024 ماشي هو ديال دابا. 2024 كان في البيك ديالو، دابا مع الاصابات المجهود البدني ديالو صعيب انه تسنى منه غادي يلعب لك في هذاك لو ريتم طالع، يمشي ياخذ دوزيام بال، يمشي يدخل في احتكاكات صعيبه شويه عليه. دونك حتى هذا لو ريتم با مع الاصابات ديال رودري لامين الاجنحه ديال كاين نيكو. يعني ما كتجي كتشوف الخيارات اللي كاينه عند دي لافوينتي ولا فورم دي جوور اللي كاين عنده دابا، كتشوف انه يمكن انه هذا هو الاسلوب اللي مسلك. صعيب انك تبدلو، لانه الا بدلتيه غادي تجهد اللعابه ديالك، يتسبوا لك في اصابات، وغادي تصدق لا دي لحب الملوك كيف ما كنقولوا. فعلى اي، هذا هو اللي كاين بالنسبه للبرتغال والسبليون. مستقبل كاينه هضره على جورجي جيسوس انه يكون هو الخليفه. كنظن انه البرتغال ضيعت سنوات مع هذا المدرب هذا بصراحه. يعني كانت مباراة اللي ظهر فيها هو البديل ميرينو، اللي أي مدرب بالنسبة لي يتمنى بحال هاد اللاعب هذا، سواء كدور أساسي سواء كدور كاحتياطي، لأنه كيبعثر الأوراق ديالك بالتمركز ديالو اللي قليل فاش كنشوف واحد الوسط اللي هو أصلا لعب مدافع ولعب وسط وكيلعب مهاجم. يعني واحد الوقيته أرتيتا كان كيموت عليه في دور المهاجم، التحركات ديالو اللي يسرق البيت، ماشي سرقوا ولكن مهم خدا البيت في آخر الدقائق. ما نساوش الدور ديال كوستا الحارس اللي في هذا المونديال هذا صراحة كان. إلا كنا غنتحدثوا على لاعبين
على قلتهم ممكن هو اول واحد وهو النجم ديال هاد الفرقه هادي. كنرجعوا ديما الملاحظه ديال فاش كتشوف غارديان هو اللي النجم، فاعلم ان المنظومه الدفاعيه في مقتل. و المنظومة كاملة عند البرتغال في مقتل فيما الصراحة. كانوا كيخلقوا شي ما فرص. كايناش هاد المنظومة كاع، لا ما كاينة مدربين. كاين غير 11 كيجريو صاحبي. وحنا تخاطرنا مع الناس قلنا لهم لا دات البرتغال بهذا المدرب راه. اجيو والله العظيم اصاحبي ما كاينش مدرب، ما يمكنش تتوقع انهم شي فرقة غدير شي حاجة مع هذا المدرب. باقي بعقليه ايفرتون ويغان ولكن واش اصاحبي حتى لا بغينا نقولوا هاد ما عندوش عقلية هذا اصلا، ما اه. كنتش ما عرفتش اخويا. والحاجه الوحيده اللي كيتغنى بها هي انا اللي اكتشفت جون ستونز في ايامات الويغان، كنت اه باغي نجيبه ولكن ما اه جابوه. اه. والنشيد الوطني يتعلم اللغة وداك اللغه الشيء. كيهضر معاهم باللغه البرتغاليه هذا. وقف ايوا باللغة. وديها معاك للدار سي مارتينيز. ولا ننسى كبير رونالدو. يعني هو قال، واظن انه ذاك المؤتمر الصحفي اللي قبل كان بحال عنده واحد الاحساس تا هو ما دايرش لامان لدوك اللعابه. قال كلشي داكشي اللي في قلبه. هذاك المدرب ودوك اللاعب. لا كلشي وي. قالوا يعني كأنه حاس، قال أنه وفعلا هضرة منطقية. كريستيانو اللي قبل المونديال ولا بالمونديال ولا بلا كأس العالم ما غاديش يتبدل على اللي وراه. يعني كريستيانو لاعب كبير ولا يستحق ذاك الانتقاد اللي كيتلقاه، وهو لاعب عاش تحت الانتقاد المسيرة ديالو. ربما لأنه كان طفل غير مرغوب به كيف ما قالت لي شحال هادي، ولكن هذا هو كريستيانو. تعايش مع الضغط لكن العمر مابقاش كيعاونو باش يرد في التيران. وحتى الزملاء ديالو اللي يعني ما كيعطيو حتى شي ذرة آمال. وكنشوفوا يعني الفرق، حنا غنجيو للأرجنتين وغنشوفوا الفرق كيفاش كتخدم منظومة مع منظومة شتانة أرض والسما. نستحضروا حتى التصريح ديال مورينيو من ورا الماتش، كان عنده تصريح مهم اللي قال فيها ودي راه ما يمكنش اي حاجه كديرها البرتغال خص رونالدو هو السبب، اي في اخفاق هو رونالدو هو السبب. ما يمكنش اننا نتجاهلوا كوارث المدرب وتراجع مستوى بعض اللاعبين اللي تا هما. انا كان نعطي هذه المسؤوليه حتى هي للمدرب. انا بالنسبه لي اللي غيدوي على البرتغال الاقصاء ديالها خصو يدوي مع المدرب اولا واخيرا. ديك الساعه لا بغى يمشي شي حاجه اخرى. اما باش انك تبدا تقول رونالدو هو السبب، ما عرفتش واش كتسنى من رونالدو ديال 41 عام يهز فرقه في كتافو يدي بها. هذا رونالدو ديال 2018 اللي دار لك ضرب لك هاتريك على هاد الصبليون نيت. اما ديال دابا راه الجسد لم يعد يرحم. ومهما ترينيتي وحافظتي على النظام الغذائي ومهما درتي راه ما يمكنش تبدل واحد الطبيعة البشرية الإنسانية هذه. ضروري لا كورب كتكون غادة طالعة وواحد الوقيته صافي كتبدا طيح. في تناقص. يعني هادشي اللي كاين للبرتغال غادي كيضيعوا في أجيال ما عرفتش واش عايقين بها ولا لا. المهم. نتمنى مدرب اختاروا جورجي جيسوس كما قلت. راه جورجي جيسوس هو اللي كان في النصر العام اللي فات وقبل منه في الهلال، ومدرب مزيان. مدرب هو كنظن باقي ما ترسماتش الامور، ما هو المرشح الابرز. ومدرب كنعرفو ديال المشاريع قصيره، يعني كيجي عام عامين كيقضي لك الغرض بهذا المعنى هذا ماشي شي فواش غادي يطول مع البرتغال يلعب معاهم غير يورو. اليورو ويمشي ما عرفتش. مي كشخصيه وشخصيه قويه كذا يعني كيقدر انه يسيطر على النجوم. عنده قدرة مزيانة في التحفيز. عنده كرة هجومية كيلعب على الضغط العالي وعلى العرضيات وعلى يعني الضغط على الخصم. فكنظن أنه كيبان نظريا أنه راكب على هذه المجموعة هذه ديال البرتغال. كيبقى خص اللعابة بهذا المعنى هذا يتأديراو معاه، وكنظن هو قادر انه يجيبهم من عنده بهذا المعنى هذا. عنده قوة الشخصية، عنده الخبرة، عنده الكاريزما. فكنظن انه اختيار موفق، سيرتو مع انه بقيتي كتعوج على مورينيو حتى طار لك من بين يديك. ممكن انه نشوفوا مثلا جيسوس الى حدود اليورو، غيكون ونشوفوا سهلة الكونطا. مشروع 2030 اللي غادي تنظم البرتغال معنا ومع اسبانيون. يكون مع مورينيو، والله اعلم. يعني هادشي اللي كاين. سؤال بسيط، هو واش رونالدو اعتزل دوليا ورا هادشي هذا؟ وشوف هو قال بعد اول مبدئيا قال اخر مونديال هذا ليه. وانا كنظن انه صافي الله يجعل شي بركه. انا بالنسبه لي يعتزل دوليا، الله يجعل شي بركه. وهذا الشيء كان خصو يكون شحال هذه. مي
لانه ملي كنجي كنشوف شنو هو لا موتيفاسيون اللي باقا عند رونالدو دابا. اليورو داه في 2016 بفرقه على الحطب والمادري كيما محطبنا على هاد الفرقه هادي. ناسيون ليغ دا جوج مرات ماشي تا مره. وبالتالي احصائيات. وبالتالي صافي زعما هداف الدولي الكره الدوليه هداف كل حاجه. يعني رونالدو كنظن العام الجاي مع النصر الف بيت. 1000 بيت السلام عليكم. وصافي. الهدف هو انه 1000 بيت، كنظن باقي ليه شي 25 بيت ولا ما عرفت. في موسم ممكن لا. كنظن انه بلا فورم ديال رونالدو اللي كنشوفوها دابا قادر انه يديرها في عام، وممكن كاع اقل، ويسالي هاد الكارير هادي بافضل طريقه ممكنه كنظن. اي هادشي اللي كاين. الجدل في هذا المونديال كان مستمر، وحتى ماشي غير في التيران، حتى في خارج رقعة الميدان كنتحدثوا على سي انفانتينو الحديث اللي قبل الماتش ديال بلجيكا، وكذلك الولايات المتحدة سحب ديال البطاقة الحمراء لسابقة تاريخية، والوباء اللي جا وراه ديال الانتقادات، والتبرير الغريب العجيب ديال ترامب اللي اصلا ما كانش عارف كاين حمرات كاع في هذه الكرة، ونبقى ساكت، ما كانش عارف. كنبقى ساكت والله. هاد عورة وصافي. باش يدير داك المؤتمر الصحفي يهضر فيه وصافي، بغيت باش ما يسولوش على الاوضاع الاقتصاديه، فهمتي. لا، قال لهم انا ما شفت كونتاكت عادي، ما شفتش شي واحد دخل شي واحد شي كروش صراع يعني. شريف. كان صراع شريف على الكرة، عطت عليه وكان يقرض ليه الشوفية، ولكن اسمح لي كافي. ماشي مشكل. ماشي، كان خصو المرة الجاية نعرفوا هاد القضية، انه اللاعب باش ياخد حمرا خصو يشد صاحبه الدم الدم يطيح. وينفخ ليه وجهه. والله يعني هادشي هذا اللي هو الاستماع ديال الفيفا اللي كيزيد يميع هاد القضيه هادي لا لا، شوف، هذه بزاف، هذه وصلت عين هذه. باين لا عين لا باين. لا، هذه فين يبان الشيء الاخر. هذاك الشيء هذه عمري انا، هذه بالنسبه لي انا اكبر فضيحه في التاريخ ديال الفيفا. لانه الفضائح الاخرى كتسمع روايات مختلفه، شي كيقول شي كيقول لا، شي كيقول مزور حكا، ودي هذه جهات كتسمع رسميه وثيقه كاع. كاين اجمال انه شنو طرا زعما، هما كيقولوا. كيفتخروا بها زعما. هذه ما عمرها كانت، وضربات الفير بلاي في مقتل. وكيف ما قالوا مجموعه من الناس وانا كنتفق معاهم، اليوم حيدوا لهم حمراء، غدا يقول لك اسيدي الانجليز علاش الانجليز مشيت. الانجليزي تشارلز تا واحد. تا هو يقول لك اخويا حيد لي حمراء. ولا كاع كثر من هذه، مش الناس مشاو بعيد يقول لك ودابا هاي امريكان دابا تقسات. هو يعيط يقول لهم امريكان خصها تكمل. اه يلا واش راه ديما خصك تكبر الامور باش تبان لك مدى الكارثيه ديالها. حيت لما كتشوفها غير من حمراء كتبان لك حمراء، ولكن راه لا درتي لها لا بروجيكسيون ولا شي حاجه، راه بحال هادي بحال هادي. غير معقول الصراحه. جبدتي عليك واحد الهضره اللي واثرات عليهم بالسلب، ما فاتهم حتى شي زاد حاجه. شعارات بلجيكا. ما نقولش زاد جعلات بلجيكا، وي متفق معك، ولكن حتى المنتخب الامريكي بان انه في الماتش كان آه. اثر عليه هذا القرار هذا، وداك الضغط والبوليميك والناس كدوي خرجوا من الماتش بهذا آه. المعنى هذا. حتى المواطنين الامريكيين شفت بعض التصريحات تاعهم ما فاهمين والو، كان يلاه تعرفت على كرة عمري ما شفت هذا الشيء، وكرهونا دابا العالم كله كيزيد يكره هذا المنتخب. امريكا تنهزم وتخرج بعد ما كانت غادا بواحد النسق اللي هو تصاعدي امام واحد بلجيكا اللي داير لنا واحد سلاتة غا بشويه وغادا كطلع. ولكن الدور الثاني اختبار كبير للسيرو دي غارسيا، ما عرفتش واش يرجع للمدونات ولا شي حاجه، المهم امام اسبانيا. أمريكا سي حاتم نهاية تجربة بواحد الشكل اللي ممكن نقول عليه سيء ولا؟ الصراحه بشكل كارثي سالات. ميريكان ما جاوش ما طلعوش تماما. لانه للامانه كما قلت المنتخب كنظن بعيدا على ما هو تقني، ما هو حتى ردة فعل بوتشيتينو في دكة البدلاء كان غاضب جدا. كتبين لك انه ماشي هادشي اللي كان هو باغي، ماشي هادشي اللي كان هو موجد، واللاعبين ما تجاوبوش ممكن معاه. إن المدرب الغضب ديالو راه ما كيكونش لانه اللعاب ما دارش، كيكون لما اللعاب ما كيديرش داكشي اللي هو كيطلب منه. هذا هو اللي علاش المدرب كيبان لك معصب في البونطوش. هادشي كان باين بزاف على بوتشيتينو اللي كان طايلة البطولة هادي، حتى ما كينوضش كاع شي مرات الماتش كامل هو جالس. مي شفناه تنرفز بزاف د اللقطات، كيبين لك انه ما عجبوش التركيز ديال اللعابة، ما راضيش على داكشي اللي كاين، ومن حقه.
لأنه الصراحة ميريكان ما جاتش، ما طلعتش. وكنظن السبب واضح، الضغط اللي تمارس عليهم، كلشي ولا كيشوف فيهم، كلشي ولا كيدوي عليهم. كنظن هذا الشيء كان عنده تأثير سلبي عليهم أكثر ما هو إيجابي بالنسبة لهم. خرجهم من المود. كون غاب بالوغون والله ما كانوا يكونوا بهذا. كانوا يلعبوا ترونكيل عادي، ما عليهم لا ضغط لا والو، لاعبين في بلادهم فهادي، أي استمروا في هذاك لو ريتم اللي كانوا غاديين فيه مزيان. دابا وليتي كتشوف منتخب مدمر، وكأنه آه، صافي كيشوف راسو أنه أنا لا تأهلت اش غيقولوا عليا. كيتوقع لا ديك لا ديسيبسيون، ما كتبغيها حتى واحد. مي كنظن انه الرئيس الامريكي كيف ما غادي كيدقدق في بلادو، في الاسعار وفي جميع المشاكل، النواحي. جميع النواحي. قال لي قالت ليها الكره هذه حتى هي جات تلاحلاه. تلاح دقدقت المنتخب ديالهم. ف ممكن يكون تراجع فينا حيت هو كان هو المجدول انه يعطي الكاس. ما عرفتش، نشوفوا من هنا لقدام شنو غادي يوقع. مي كنظن انه امريكا ضيعوا صراحه فرصه ذهبيه انهم يمشيو بعاد من هكا دور 16. بالنسبه لي غير مقنع، بناء على الجيل اللي عندهم من اللاعبين، بناء على داكشي اللي الزخم اللي كانوا جايين به، والاجواء الجماهيريه وداك الشيء. كنظن ضيعوا صراحه فرصه ذهبيه، سيرتو ان الطريق عاوناتهم. بلجيكا راه ماشي شي منتخب اللي مرعب، لكنه منتخب كما قلتي غادي سالت وغادي في نسق تصاعد، ولقى ديك التوليفه. رودي غارسيا بعد واحد التجريب وواحد الإصرار على بعض الأسماء، اليوم رودي غارسيا ولا صافي من ورا الماتش ديال السينغال وتكلمنا عليها. قلنا أودي، وهنا الفرق. هنا الفرق السي بدر بين رودي غارسيا وبين مارتينيز، فرق السماء مع الأرض. يعني كتشوف أنه رودي غارسيا وي أصر في الماتش الأول، الثاني، الثالث، صافي شاف أنه الأمور ما خداماش. ماتش ديال السينغال شاف راسو أنه قاب قوسين أو أدنى أنه يخرج من البطولة، تشجع، دار تغييرات معينه قلبات ليه الماتش، خلات الصوره ديال بلجيكا تبان رائعه جدا. شنو دار من وراها ضد ميريكان؟ ما مشاش رجع عاوتاني بحال سي مارتينيز مشى رجع نفس الفرقه، لا، مشى كمل بنفس الفرقه اللي سالا بها ضد السينغال. اجلاس ديالو لدي بروين واجلاس ديالو ديال دوكو يعني يشكر عليه. انا كتجلس هاد جوج لعابه اللي هما دوكو اللي كان من احسن اللاعبين في السيتي العام اللي فات، ودي بروين اللي دي بروين فخامه الاسم تكفي. دي بروين راه ما نوضوش حتى يسخن، دي بروين راه ما ناضش حتى يسخن الماتش كامل، ما ناضش حتى اللي يشوف ما ناضش ليه. وهذا راه ماشي سهله. ورودو غارسيا مدرب اللي معروف عنده قوة شخصية، ماشي زعما الناس اللي متبعوه قبال في التجارب ديالو في ليون في نابولي كان عنده مشاكل. يعني هو مدرب صدامي، شخصيته قوية. الا ما عرفتيش ما كيتنازلش على الافكار ديالو ولا المبادئ ديالو بسهولة، بشكل اللي هو ايجابي، ماشي بشكل اللي هو سلبي انه كيصر على اللاعبين. ادخال ديال راس كان من البدايه في ميليو تيران، اونانا حتى هو اللي جاه رباط صليبي مع الاسف. ادخال ديال لوكي باكيو منذ البدايه، الاعتماد على ديك. عجبني هنا رودي غارسيا انه ما مشاش عاوتاني يبان كما كنقولوا حافظ وما فهمش. صافي شاف لوكاكو دخل دار قدر عاود عاوتاني لا، عرف انه لوكاكو ماشي ديال هذا الماتش لانه ميريكا ماشي منتخب بدني. عرف انه ديكاتلاري هو اللي غادي يصلح لهذا الماتش، ودخل ديكاتلاري وضرب دوبلي. وهذه صراحه رودي غارسيا ترفع على القبعه على هذه الشجاعه ديالو، وعلى هذا قلنا متاخره، ما تاتي متاخرا خيرا من الا تاتي ابدا. الشجاعه ديالو، القراءه ديالو، الاستباقيه الممتازه للماتش، وانه اللعابه ديالو ما خرجوش، بالعكس هو استغل داكشي اللي طرا في لوكا ديال بالوغون، استغلوا لصالحه انه يحفز به اللعابه ديالو ماشي يخرجوا من الماتش. فرودي غارسيا ترفع على القبعه. وكنظن كارت فينال مع هذا الجيل من بلجيكا. حتى نسيت تيليمانس حتى هو اللي داير مونديال كبير 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 بزاف، والتحرير ديالو الهجومي باجلاس دي بروين، واللي تعطيتيه الحريه الهجوميه ولا كيتفرقع بهذا المعنى هذا. آه، فانا كنقول انه رودي غارسيا ترفع على القبعه على هذا الانجاز. كارت فينال مع هذا الجيل ديال بلجيكا كنظن حتى واحد ما كان كيتوقعها قبل. كنا باغيين المجموعات كانوا كنقولوا مارتينيز في دابا مارتينيز الراعي الرسمي. مارتينيز في 2022 كان عنده جيل مازال فيه الضوء مقارنة بهذا الجيل. كان عنده دي بروين مازال في لا فورم، كان عنده
لوكاكو هاد العام راه ما لعبش العام كامل وهو مصاب. كان عنده لوكاكو ديك الساعة لاعب، كان عنده لاعبين كوميم النتيجة هي انه المجموعات فقط. تقسم من دور المجموعات. رودي غارسيا الصراحة أنا كنظن والله أعلم ممكن يكون كان رودي غارسيا في بلاصة مارتينيز في ديك الحقبة، ممكن تكون كانت الأمور تختلف بزاف، كانت الأمور تختلف بزاف. دخل لوكاكو في الشوط الثاني ماركا، يعني كيبان لك أنه مسيطر على النجوم ما أمكن. كاين واحد الروح كتبان زوينه في دكه البدلاء، كتشوف كيفاش اللعابه اللي جالسين في الاحتياط اللي من بينهم دي بروين وفيتسل اللي هما اساطير ديال الكره البلجيكيه، كتشوف كيفاش واقفين كيشجعوا صحابهم، كيحتجوا على كل لقطه، كيمشيو يحتفلوا مع صحابهم. وبالتالي كاين واحد الروح اللي ايجابيه اللي والله ما تعودناش على بلجيكا. مفتقدة ما عمرنا يعني في جيلهم التاريخي ما في كان، عزهم ما ما كان. كانش هاد الروح هادي. كاين واحد الروح جميله، كاين يعني منتخب ماتش ديالو مع السبليون راه ما غاديش يكون سهل، غادي يعقدوا بزاف المأمورين على السبليون، لقاو التوليفه المناسبه، الاجواء داخل الفريق وداخل المجموعه كتبان ايجابيه. كنظن انه رودي غارسيا نجح في هذه المهمه، نجح في هذه المهمه مما لا شك فيه. وبالنسبه للامريكان ف يستمروا في الخدمه ويحاولوا انهم المهم من هنا 2030 يكون شي رئيس اخر ولا ما نعرف. المهم ديك الساعه يحاولوا ولا ينساهم ترامب. المهم يحاولوا يشوفوا شي تخريج انهم ما يبقاوش يدخلوا هذه المسائل، لان غادي تخرج عليهم. مي راه عندهم فرقه وباقيين صغار، وعندهم مدرب اللي ممتاز في هادشي ديال المشاريع الطويله، وفي 2030 راه غيكون لهم شأن لا استمروا بهذا النهج هذا. يعني نشوفهم، تفكرت غير كلمة واحدة ومقولة على سي مارتينيز. تفكرت كيقول أينشتاين أنه الغباء هو تكرار نفس الخطأ وانتظار نتيجة مغايرة. يعني هذه إلا كان كيسمعنا السي مارتينيز ولكن دابا واش دابا رودي غارسيا واش سيتان جيني انه دار هاد راه دابا واضحه، عادي. واضحه، راه نفس لوكا سبحان الله العظيم، ومع منتخبه السابق شوف سبحان الله ربي القدر كيزيد يفضحو. يعني صافي. علاش انا كنشوف واحد الفرقه، واحد الاختيارات ما خدماتش معايا، علاش كان اصرار عليهم؟ عرفت الصراحه. آه، مدرب مع غريب امراض مارتين يعني الصراحه. كيفاش كيبقاو يستدعيه وكيبقى خدامي. ما عرفتش انا النهار الاول ملي جا للبرتغال والله تشوكيت، انا تصدمت صراحه. كتشوف ما عرفتش، احيانا شي ادارات وشي كيديروا شي اختيارات، ما عرفتش والله ما عرفت. عمرو قنعني انا، ما عمري النهار الاول اللي شفتو عمره ما قنعني. كاين بعض الناس تلقى بعض الناس في القهوه وداك الشيء الحديث كيقول لك مارتينيز، كتقول ليه كندويو على المونديال البرتغال كذا، كيقول لك واش دير البرتغال راه غدير عندهم لعابه عندهم. كنقول لهم شوف والله سيدي ما غادي يديروا حاجه مع هذا المدرب هذا، وكنت خاطر معاهم باش ما بغى. كيقولوا لي لا راه مثلا كيقول لك راه دا معاهم الناسيون ليغ، كيقول لك راه دار معاهم تروازيام بلاص في بلجيكا كان قريب. قول يا ودي واش شفتي اللعابه اللي كانوا عند بلجيكا ديك الساعه؟ واش شفتي الطريق اللي كانت عند بلجيكا ديك الساعه؟ راه في استثناء برازيل، ماتش ديال البرازيل هو اللي كان. فرنسا أول اختبار اللي هو حقيقي ممكن نقولوا. ف ما نحاولوش وكانوا غيتقساو ضد الجابون اصلا. يعني نحاولوا أننا نوضعوا ديما الأمور في الكونتكست ديالها، ماشي تبان لينا تروازيام بلاص نقولوا راه ما عرفت شناهو. يعني هادشي اللي كاين. ويعني بلجيكا اللي هو داك الفريق، داك النوع ديال الفريق اللي كيكبر مع البطولة ومع الماتشات. الاختبار غادي يكون شيق قدام إسبانيا. اش بالك أسي حسين نسبقوا الماتش ديال كولومبيا ونخليوه لاخر؟ زوينة، فكرة مزيانة، مزيانة. فكرة يعني واعرة. في آخر هي الهضرة هذاك الماتش. يعني هو اللي نختموا به إن شاء الله. آخر مباراة ديال كولومبيا وسويسرا. يعني مباراة اللي هي عقيمة شوية آه نوعًا ما. آخر مباراة كانت مسكين. كانت مملة شوية، سيرتو 90 دقيقة أشواط إضافية تحركات تحرك. شوية، تحركات بحال القضية. يلاه بدا الماتش عندهم. ما على غير العادة، يعني قليل فين ولينا كنشوفوا أشواط إضافية غالبا. السنوات الأخرى مع هاد الإجهاد اللي كاين عند آه، اللعابة كتحس إنه ما كيجربوش أشواط اللعب. إضافية قليل فين ولات كتبدل النتيجة في أشواط إضافية، حتى ديما غالبا كيمشيو بلانتيات. يعني في هذا الماتش هذا اللي كان عقيم، اللي كان فيه حبيبنا الحكم ديال اللي طرد الميرون وداك التصريح اللي داروا باش طردو. آه. يعني مباراة اللي في الآخر تجربة لكولومبيا. يعني كولومبيا واخا كتبان منتخب اللي هو كبير، ولكن في كأس العالم راه كارت فينال الواحد هو فين. أقصى إنجاز. هو أقصى إنجاز وصلوا ليه. و صراحة ضيعوا هاد المونديال، ضيعوا آه فرصة انهم يعاودوا ايغاليزيو هذاك
هذاك الإنجاز. اه يعني سويسرا يعني تقريبا نفس النيفو، كان ماتش 50-50، المفروض انه ما تضيعش هاد الفرصة هذه الصراحة. كانوا يخطفوا البيت، ولكن بقى الماتش كيطول كيطول حتى الآخر. فصلت لي ورا ركلة الجزاء، وبان غريغور كوفيل هو ضيع ديال كل من دافينسون سانشيز اللي هو اللي بداها. يعني مباراة السي حاتم مع سويسرا غادة باقا مكملة معانا، وكتحيد ديك الشوهة ديال داك المونديال اللي خسروا. سبحان الله كتشوف السيناريو اللي تقاسات به البرتغال الماتش اللي وراه، خسروا ب6-0 أظن ضد اه اه خسروا ستة ب6، زيرو ما وباقيين كان محافظين على نفس المدرب من رامو. 2000. آه ما كانش بيتكوفيتش لا هذيك لا، في الوقيته. 2021 مشاو لليورو. مشى ليور، اذا مراتي اكيد اه وتحسب ليهم، تحسب ليهم تثق في المدرب من وراء هذاك سميتو، راه ما ساهلاش من وراء ديك الخساره بحال ما هكاك. مي صراحه راهم غاديين، غاديين قرعه للامانه معاوناهم، باش ما نكذبوش على راسنا. يعني معاوناهم القرعه، دور مجموعات كان يعني مجموعه استعراض عضلات كامل. سهله بزاف مع كندا ومع قطر. قطر والبوسنه. واليوم طاحوا مع كولومبيا في ماتش 50-50، مشات هاد البيلانتيات. كوبير يعني مسألة ديال حارس مرمى، عندك حارس اللي جبد لك بيلانتي وقدر انه يدوز معاك. مي ماتش كان يقدر يمشي هنا، كان يمشي كيف ما كان يمشي في الجهة الأخرى. إلا كنا نتكلموا على وداعية نيمار ووداعية رونالدو ووداعية مودريتش قبل منهم، فكنظن أنه هذه هي وداعية خاميس. خاميس اللي لاعب القيمة ديالو في كولومبيا أكبر بكثير مما يظن البعض. يعني بحال قلتي ميسي في الأرجنتين، يعني الناس كيبغيوه بزاف وكيحترموه بزاف، حتى اللاعبين. واحد بحال لويس دياز اللي هو المفروض نجم، كيبان اكبر من خاميس حاليا. مي هو بالنسبه ليه دائما كيعطي الاولويه لخاميس انه هو النجم. خرج في الدقيقه 60 وكانت صراحه قرار بالنسبه لي موفق، انه خاميس ما جاش. من اسوأ المباريات اللي شفتهم خاميس مع كولومبيا، ما كانش تماما. قدم دور مجموعات كبير، مي بارح ما كانش بالمره. وعلى اي يعني خامس كنظن صافي هذه هي النهايه. 34 عام كيبان نوعا ما انه باقي صغير يقدر يزيد. مي خامس ماشي هو رونالدو، ماشي هو ميسي، ما عندوش لا ديسيبلين ديالهم. زائد انه خامس راه ما يغركمش النيفو ديالو مع المنتخب، راه بزز كيلقى فراقي فين يلعب معاهم. راه شحال من خطره كيسالي الميركاتو وهو باقي ليبر. بالتالي كنظن انه كنت كنتمنى شخصيا انه ممكن لما لا يعاود كارت فينال اخر وكذا، كانت تكون زوينه الصوره ديالو كاسطوره كولومبيه مع فينال ديال كوبا امريكا اللي كان هذه عامين. مي ان شاء الله هو ما قدر فعل. كنظن انه كولومبيا ضيعوا هذا التاهل. وسويسرا حتى هي راه كنت قصات كنا نقول نفس الهضره، حتى سويسرا عندها مشكل عقده ديال كارت فينال ما وصلوا لها من 54 نسخه اللي نظموها، مع انه دائما المشاركه تقريبا مي ما عمرهم وصلوا للربع. شويه كاين هذاك يعني لا لاحظتي بزاف المنتخبين فيهم بزاف اوجه ديال التشابه. فعلى اي ماتش ما فيش بزاف ما يتقال من غير انه كان 50-50 ومشى البينالتيات. وفي الاخير سويسرا قدرت تمشي باش تلعب مع الارجنتين في ماتش ما غاديش يكون سهل. يعني وصلنا لآخر ماتش اللي كان في الدور هذا، هو الأرجنتين ومصر. الأرجنتين تعود بعد تأخر بهدفين، وماشي غير الماتش اللي مهم، ولكن خارج رقعة الميدان قرارات التحكيمية، قضية ديال الإعلام العالمي اللي كاين. تقاسم كاين اللي كيقول لك اللي كيتبنى نظرية المؤامرة، اللي كيتبنى نظرية الانحياز لميسي، اللي كيتبنى نظرية الانحياز أنه أنفانتينو يريد فينال أنه يبقى يبيع التيكيات ويبيع لي برودوي، ويكون يعني الرعاة يكملوا معاه حتى الآخر رمق في مباراة. يعني بكل تأكيد غادي يفضل يكون منتخبين أوروبيين أو لا منتخبين اللي هما كبار انهم يكملوا. الارجنتين كتقلب التاخر ديالها بهدفين الى رجوع حتى لاخر الدقائق. اللي حسام حسن مع مصر تقدم بهدفين ما كنتش انا متوقعها بتاتا بتاتا. كيصدمونا في البيت الاول، كيصدموا الارجنتين. الارجنتين اللي الطريق ديالها اللي شفتوها مازال ما تختبرتش اختبار اللي هو جدي، وكتلقى انه كاين مشاكل
خصوصا في الأدوار مع كاب فيرد جرك حتى ل 120 دقيقة، كانت قاب قوسين أو أدنى من أنها تكمل معك بيلانتيات و 50 50. يعني واخا عمرنا ما شفنا فوزينا في البيلانتيات ولا دوك اللعابة، ولكن الله أعلم. مع مصر حتى هي اللي غادي كنتي صافي خارج، حتى بقات ربع ساعة الأخرى وقعتي أمورك وميسي عاد باش بكى عليهم في الأخر. ولكن يعني ساعتين ماتش اللي فيه كثير ما يتقال. ناخدوها دقة دقة. أولا ما هو التبرير ديالكم بالرجوع ديال الأرجنتين بهذا الشكل هذا؟ واش هو سقطة بدنية أو لا مصر تبنات أكثر ديك العقلية ديال راه ظالميننا ظالمين؟ انا بالنسبه لي هي سقطه بدنيه اكثر. علاش؟ لانه الظلم بالنسبه لي انا كان ما كانش بالنسبه لي الراي ديالي انه الظلم كان في لقطه واحده، اللقطات المؤثره، ما كنتكلمش على كوفرة في وسط التيران وداك الشيء. كان في لقطه واحده هي البيت الثالث ديال الارجنتين، اللي هو مشابه للهدف اللي تلغى ديال زيكو. يعني المفروض انه كان الحكم يرجع للفار، كانت لا فوت قبل على صلاح. فما عرفتش علاش هذه تسيفلات وهذه لا. مي على اي بعدا قبل ما ندوي على شنو هي السبب اللي خلى ممكن الارجنتين ترجع، بغيت غير يعني نشدد على واحد القضيه. هي الناس يحاولوا ما ياخذوش الامور بجديه اكثر من القياس. ولأن شفت واحد الاحتقان قوي في الفيسبوك البارح، وانه بعض الجماهير المصريه كاعيه على المغاربه لانه فرحوا بالتاهل ديال الارجنتين. انا اللي بغيت نقول كرأي ديالي هو ما كاينلاش اخوان المصريين، ما يمكنش انكم تفرضوا على شي واحد يشجعكم. ما يمكنش تفرض على واحد مغربي يشجعك وهو شجعك ولا ما شجعكش ولا شجع ضدك، ما غادي يزيدك ما غادي ينقصك والو. وبالتالي ما كاينلاش انه لأن شفت واحد الاحتقان واشباه الرجال وشي هضره كتبدا تسمع والصهاينه وكنت تسمع شي هضره يعني شي مصطلحات اللي هي غريبه جدا. وهو الخميس نهار الخميس جاي ونشوفوكم اش ديروا، شي هضره اللي زعما يعني واش شنو دابا؟ واش مفروض عليا انا نشجع؟ ماشي مفروض عليا لا انا ولا غيري اللي كيشجعك راه كيشجعك افيك بليزير منه، واللي حيت هذه هي كره. وما يجيش شي واحد يقول لي العروبه ما نعرف شنو هو الوطنيه الانتماء. الاخوان الاخوان الله يرحم الوالدين، راه هاد المصطلحات راه كبيره بزاف. راه الانسان ملي يبغي يجبد هاد المصطلحات يعني يستحضر القيمه ديال هاد المراه. ماشي ماشي نامبورت كوا نبداو نقولوا اصاحبي. شنو هي واش من عروبه، واش من وطنيه، واش من انتماء، واش من شاد الهضره؟ واش هادشي في الكره؟ هادي راه كورة. واش هادشي في الكورة؟ واش كاين شي عروبة العروبة اخويا هي في انه تكون الحدود مفتوحة، يكونوا العلاقات والتبادلات، تكون وحدة، يكون اونيون ارابيان كيف ما كاين لينيون اوروبيان، تكون لينيون ارابيان حتى هي، تكون الاتحاد العربي. نفعلوا ديك جامعة الدول العربية، نفعلوا ديك منظمة المؤتمر الاسلامي، نشوفوا هادشي. اما تقول لي العروبة في الكورة نشجعني نشجعك اش؟ الله يهديك. بحال شي وحدين تا هما هادو في المغرب تا هما شي وحدين الوطنيه كيقول لك وانا هذا ما وطني ما والو، انت ماشي وطني. لا، واش من وطني؟ واش الوطني حيت مثلا ماشي حتى ماشي ما كعاش اولا ما حيت شي مرات كيكون غير تقول كلمه الحق. تقول مثلا الحكم كلشي كيشوف انه الحكم ظلمك مثلا، وانت تنوض تقول واه ودي راه الحكم راه ما ظلمناش. كينوضوا كيقولوا لك وانت يا خائن، انت خائن، انت ماشي وطني، مصطلحات ثقيلة كينزلوا عليه. انت عميل، انت يا مصيفطينك، انت يا ما شكون خلصك؟ شحال عطاوك؟ يعني شي مصطلحات والله ما انزل الله بها من سلطان. الاخوه الله يرحم الوالدين، هذيك كره تبقى في الكونتكست ديالها. اش من وطني؟ وطنيين اصاحبي راه واش هادشي شنو هو؟ الوطنيين راه هما جدودنا اللي كانوا كيحاربوا على هاد البلاد والاستقلال ديالها، وكانوا ضحيو بالحياة ديالهم باش انه هاد البلاد هادي ترجع لمواليها. هادو هما الوطنيين الاخوان. اش من وطنية؟ راه لا انا ولا انت ما كاين. الوطنية راه كندويو صافي. راه الله يسمح لينا صراحة حنا مقصرين مع هاد البلاد بزاف زعما باش تكونوا فاهمين. اش من وطنية؟ مصطلحات لا علاقة لها هذه كرة تبقى في الإطار ديالها. أنت كمصري إلا ما شجعكش واحد مغربي ولا شجع ضدك
زعما ما كنظنش انها غتزيدك شي حاجه، صافي ملي نهار الخميس شجع ضده، زعما حتى هي ما غادي تزيدنا حنايا ولا تنقصنا حتى شي حاجه شجعتي ضدنا. ما كنطلبش منك انا تشجعني، وفي نفس الوقت ما كنتسنى منك نفس القضيه، ما تفرضش عليا نشجعك. صافي هذا هو اللي كاين. داكشي اللي طرا في لاكان كان عنده تاثير، ولكن ما نحاولوش نخرجوه من اطار الكره. راه الارجنتينيين والبرازيليين حتى هما كيقوسوا على بعضياتهم بهذا المعنى هذا. هاد القضيه حيت هادشي عندنا حنا في المغرب، اللي غادي تلقى فلان رجاوي والوداد لعبه في العصبه ولا في سميتو، وخصو يشجع، انا رجاوي ولا انت رجاوي ولا فلان رجاوي خصو يشجع الوداد. علاش؟ حيت كيمثل المغرب. واش اخويا عمرك شتي شي بارساوي كيشجع الريال حيت كتمثل الصبليون؟ واش عمرك شتي شي واحد من اليونايتد يشجع السيتي حيت كتمثل الانجليز؟ كايناش هادي، راه ما كايناش الاخوان. الله راه ما عندها علاقه بالوطنيه، هادي راه كره. الله يهديكم، الله يهديكم. وما تخرجش الامور على السياق ديالها. بالعوده للماتش، بالعوده للماتش، كنظن انه الاصابات قتلات ميسر. خروج امام عاشور في الشوط الاول، وخروج هيثم الحسن اللي قدم مباراة خرافية بكل بتاريخ زيزو كامل، بتاريخ زيزو، بتاريخ تريزيجي اللي تو دخل، وحتى مرموش اللي مونديال كارثي المرموش. ودخل شتي واحد الكرة صاحبي اللي كان بغى يعطيها، كانت ممكن انه انت اللي باريديس خسر رجلو انت اللي تكفل الارجنتين، مي هو اللي ديما كيبغي مشات في كونتر يوقع. اتاك يعني مرموش مونديال للنسيان. ومرموش خصو يعيد النظر في لاكارير ديالو، لانه ملي كان خرج من فرانكفورت. تجربة السيتي عطلاتو اكثر ما زادت به القدام. يعني هيثم الحسن دار ماتش اخر، كان كيدير شي ديماراج تبارك الله. يعني صراحة ربح كبير لمصر، وممكن انه نشوفوا انه في من وراء هذا النيفو هذا ممكن تشوف انه على الاقل يبقى في بريمير ديفيزيون، مثلا في السبليون او في سميتو، لانه ريال اوفيدو هبطوا. يعني راه دي ديماراج، راه واحد الديماراج اللي دار في البيت اللي تلغى، راه ثلاثة صاحبي خلطوا مبيض ليساندرو كنظن، يعني دار. والبيت اللي تحسب حتى هو كيفاش بواحد السهولة تبارك الله، كيفاش فيكسا ليساندرو وزاد هرب عليه واحد. يعني هيثم الحسن دار مباراة رائعة، رائعة جدا، وكان نجم المباراة بالنسبة لي أنا شخصيا. وكنظن كان حتى في التشكيلة المثالية ديال هاد الدور هذا، ويستاهل، يستاهل الصراحة. نبقاو نديرو التشكيلة المثالية من هنا قدام، علاش لا. المهم على أيٍ يعني كان داك الإصابات اللي دخول تريزيجي ودخول مرموش كانوا نقمة أكثر مما هما نعمة. أولًا اللعابة ماشي في لافورم، ثانيًا بالنسبة لي ما كانش خصك دير تغييرات مركز بمركز في هذا الوقت من الماتش. رابح ب2-0، المفروض أنك تزيد أكسيال آخر، ما ديرش ما دارت السنغال. السنغال اللي تعطلات في الشونجمون ديال كوليبالي اللي كان بغا يدخلو، حتى تمارك عليه البيت الاول وبغا يدخلو صدق ما كاينش الوقت. لانه هاد المنتخبات لما كتماركي عليك الاول صافي كتهيج، ما كيبقاش عندك الوقت حتى فين ترمش، صافي كيجيو. دونك خصك تستابق الامور. كان المفروض تدخل واحد بحال حسام عبد المجيد بكري، ونسد بخمسه اللور، ونخلي مثلا مرموش وحيدا القدام، ونحاول نلعب عليه لي كونتر اتاك، اولا ندخل حمزه عبد الكريم ويهبط ليا لي دوزيام بال، او شي حاجه بحال هكا. مي كان المفروض انك، لانه الارجنتين راه باش نكون معاك صريح السي بدر، الارجنتين راه ما دارتش شي تغيير تكتيكي في طريقه اللعب ديالها كبير. الفرق انه خرج طاغليا فيكو ودخل نيكو غونزاليز في بوست بار بوست، ولكن نيكو اصله جناح وبالتالي يعطيك ابور اوفونسيف اكثر، وصافي ولا معتمد على الكثافه العدديه زاد مهاجم. وزاد مهاجم اللي هو لوطارو، ولا معتمد لك على الكثافه العدديه. ما كندويش على السيستيم دو جو، كندوي على طريقه اللعب. طريقه اللعب ما بدلاش، ولا نفس الطريقه اللي بقات مخدمه، غير هو ولا معتمد على كثافه عدديه، ولا معتمد على انه يحاول يطيح كره في كاري دي زويت. وعارف سكالوني عارف انه نقطه ضعف في مصر هي الكرات العاليه. الكرات العاليه ما كيعرفوش يتعاملوا معاهم. نحاول نطيح له ماكسيموم دو بوسيبل ديال الكواري في كاري دي زويت، وكره وحده غادي تجي، غادي نقدر انني ناخذها بشي دوزيام بال شي حاجه. وهادشي اللي جا في البيت ديال ميسي روميرو تا هو وفي البيت ديال روميرو، ارضيات. وهذا مشكل مصر منذ سنين. أنا من نهار عقلت على مصر عندها مشكل في العرضيات، ما عرفتش علاش بالضبط. مي مصر عندها مشكل كبير في العرضيات. هو سكالوني صافي شاف انه
ما عنديش شي حل داكشي نخترق من العمق ميسي والفاريز ونبقى ان دو حاولوها كذا. ولكن حاولوها ولكن شافوها ما خداماش مع سيرتو مع التري كرون ماتش اللي دار شوبير. نسيت انا شوبير، هيثم الحسن وشوبير قدموا مباراة خرافية، وشوبير حارس كبير. سي بدر الله كتعقل فاش سولت ذكرنا انا وياك قبل المونديال وقلنا شكون غادي يكون النجم ديال مصر. الحارس قلت لي قلت الحارس. انا قلت لك الحارس، وزعما اتفقتي معايا انت انه شوبير حارس باقي صغير، حارس انا شفتو في الاهلي قبل ما يولي رسمي وداك الشيء، فاش كان دوزيام كارديان. وتبارك الله قلت هذا الحارس هذا ما خصوش يبقى في الاهلي، خصو يخرج يقلب على راسو. مي شافوا تا هما عرفوا انه عندهم جوهره في حراسه المرمى، عطاوه الفرصه كحارس اول. نفس الشيء بالنسبه لمصر، باقي صغير. نتمنى علاش لا ما نشوفوش في الاوروب كيف ما بزاف تحيد ديك العقدة ديال خاص المصري. بزاف د اللعابه يمشيو يجربوا حظهم في الاوروب، لانه كما قلنا بالنسبه للانجليز، لا غادي نقولوها حتى بالنسبه للمنتخبات بحال لوكا ديال مصر اللي كيعتمدوا على اللعابه محليين. راه لما كتلعب في اوروبا في هو نيفو في ضغط كبير وفي هذه، راه كتحك. ثق بيا السي بدر، راه ما غاديش يطرى لك ما طرى لك فاش غادي تدفق عليك واحد الفرقه انت غتبقى مرتاح تلعب عادي كانه واش حتى حاجه ما طاريه، لانه موالف. عشتي هذاك السيناريو ما مره ما جوج. ما غاديش وما غاديش ما غاديش تلعب اولا غتبقى ثابت راكز، وما غاديش تمشي وتنساق وراء يعني مثل هذه الامور اللي كانت بحال مثلا في البيت الثالث. انه شفت انا البيت الثالث واحد الصعود غريب من مصر. ما يمكنش انا داير جوج جوج مع الارجنتين ونطلع بديك الطريقه في الدقيقه الاخرى اييه حقك تقلب على البيت الثالث. ولكن اخويا باش تطلع بهذيك الطريقه راك تلعب مع الارجنتين كوميم شي معاهم اشواط اضافيه ما كاينش مشكل، بالعكس مزيانه لك، لانه هما غادي داك الزخم ديالهم غادي ينقص، انت غادي تسترجع الانفاس ديالك ترتب الاوراق ديالك، ما تمشي تدفق عندهم بهذيك زدتي الطريقه. عاونتيهم. لو انه كان عندك لعابه اكثر في هو نيفو في سميتو أيوة. ما غاديش يطرى لهم هذا الانهيار اللي طرا في اللحظات الاخيره. بالنظر لنقص التجربه ما غيكونش عندك مشكل اللي عندك في العرضيات. يعني هذه مسائل كترجع ممكن التكوين شويه، مع الاسف التكوين مازال ماشي داك التكوين اللي احسن حاجه. يعني مزيان انه بحال لوكا ديال حمزه عبد الكريم انه يمشي صغير ويكمل لا فورماسيون ديالو في الاوروب، وانه يبروغريسي في الاوروب وغيبروغريسي مزيان داك الدري. كيف ما يعني بزاف صلاح، كيف ما حتى مرموش اللي ولو كنعيبوا عليه مي راه كيبقى. شوف دابا هيثم الحسن اللي هو منتوج اوروبي يعني بيناسيونال، شوف تبارك الله ما يقدمه لاعب اخر مثلا بحال زيزو اللي كان كيلعب. كيبان لك الفرق ديال الدهشيره بهذا المعنى هذا زيزو مدهشر، انه هيثم الحسن كيلعب مع هاد اللعابه كل سيمانه في الليغا، دونك ما عنده لا شي يدهشر. هنايا الاحتكاك هذا مهم ومهم بزاف. والبيت الاخر صراحه غير مقبول داك الاندفاع الهجومي اللي كان. يعني هنا كتكون ديك قله الخبره. سونطراج كان صراحه واعر من لوطارو. وعلى اي يعني ميسر كنظن انه ظلموا في الهدف الثالث. مي كاين شويه المبالغه باش نكونوا صريحين، كاين شويه المبالغه. مي في نفس الوقت هذا لا يمنع انه ظلموا، وهذا لا يمنع انه نقولوا انه الفيفا يعني في هذه النسخه هذه صراحه كاين بزاف ديال العلامات ديال الاستفهام. تصريح انفانتينو ورا الكاب فير انه قال كنت حاط يدي على قلبي فاش ماركات كاب فير التعادل. يعني كتشوف شي حوايج اللي صراحه غير معقولين. وكتشوف ما حدث بالنسبه لمصر في هذاك البيت، وما حدث على مستوى لي كوفرون في وسط التيران. كيفاش دابا كاينه واحد الطريقه جديده اللي ولات انه كيقتل لك الريتم ديالك بهذوك لي كوفرون. ما يعطيش لي كوفرون ليك انت ويعطيهم للخصم ويعمرك انت بلي كارت. يعني مابقاش داكشي ديال ضيعني في بيلانتي ضيعني في هذه ولات كيلجؤوا لها الدور في الطريقه. مي شوف بغينا ولا كرهنا بهادشي اللي وقع لا مصر ولا ما كون وقع ولا ما وقعش، الواقع هو انه كاين تحيز للمنتخبات الكبيره، وهادشي بان في 2022 وبان في شحال هادي 2018. دابا؟ صراحه باين من شحال هادي. الحكم فطريا كيميل. عرفتش فطريا ولا ماشي فطريا الله اعلم. مم. مي كاين شويه الميول. ما غنقولش انه الامور طاي كما كنقولوا، ما كاين الميول في لي كوفرون في لي كارطون هادي كنظن واضحه بزاف، وبانت في ماتشات ديالنا حنا وديال مصر بزاف ديال الحوايج. فعلى اي يعني
نتمناو ان هادشي ما يبقاش، ونتمناو ان هادشي ما يكونش في الماتش ديال المغرب. هادشي اللي كاين يعني مجموعة من الاستخلاصات خدينا من الدور 16 هذا اللي كان دور شيق، كان فيه بزاف ما يتقال. نتمنى أن المنتخبات العربية والأفريقية تحيد ديك العقدة ديال أنه ولات كضرب عينك كضرب دورة عالميا كتلقى ديما كيقول لك ما عرفناش السبب علاش هاد السقطة هادي خصوصا في آخر الدقائق، ربع ساعة الآخر هو ربع ساعة ديال الموت بالنسبة لهاد المنتخب. ويحيدوا التعصب، ويحيدوا يعني تكبير الامور. اه ما خصهاش تخرج على السياق ديالها. يعني فايت قلنا حنا قبل أظن قلنا لا تتعصبوا، حتى المعلقين يقولوا لا تتعصبوا إلى منتخباتكم يعني، وهذا الشيء اللي كاين يعني. نديروا واحد المراجعة خفيفة لدوك التوقعات اللي درنا. مرحبا. راه عورنا في التوقعات. أخويا ما فهمتكش أنا ديك المكسيك كيفاش دوزتيها زعما. والله حتى كانوا قراب يدوزوا بالله. حنا قدامنا التوقعات ديال السي حسيم، تشدوها من اليمن ها. تا فرنسا دازت، حنا سي دزنا. جوج. اسبانيا دازت. ميريكان اخويا راه ترامب اخويا. بالوغون. والله الا ترامب. انت دوزتي ميريكان ولا بلجيكا؟ لا لا دوزت حتى دوزتي دوزت ميريكان. أمريكان. شو الغماق باغي يغمق عليك؟ سي تا عندك دابا تعادل حنا. اه دوزت. كنا بجوجنا دوزنا برازيل، سي حيد عليا تعادل باقي. هذه هي اللي نضيتيني فيها. آه. صافي داكشي الاخر بحال بحال. لا باقي هو هذاك باقي. ولكن كانت قريبه، والله الا كانت قريبه، وانا قلت ساعه على لاعبين في بلادهم واش ما بغاوش لكن جازفتي العقده. بجوج هادو بلادهم باغيين منظمين. جازفنا، لكن اش دير. آه. صراحه الانجليز تقاتلوا حتى تما. كولومبيا حتى هي. تكون، ولكن بجوجنا غلطنا حنا. آه. دابا هذوك اللي ما درناوش بحال بحال هما اللي كيديروا الفرق. آه. دابا كتبقى على ايين يعني. والله الا كانت قريبه ميكسيك ديرها، ولكن دوماج. صافي الدور الجاي قبل الماتشات عطينا شي توقعات. واخويا الدور الجاي راه صعيب، دابا غدا كتصعب القضيه. عطينا شي توقعات ارجو دوز سويسرا. دو... بلاتي نشوفوا حنايا دابا. يلا قول لنا السي بدر، شكون يتأهل، المغرب ولا فرنسا؟ لا اخويا حطيت في هذا الوضع. يلا جاوب كيفاش في حطيت. الحلقة الجاية ان شاء الله غنوريكم الاسباب علاش المغرب غيدوز. فوالا. يعني هادشي اللي كاين خويا، ما نشوفو توقع الدور 16 مبقاش ماتشات بزاف اصاحبي، بقاو شي 8 الماتشات ويسالي المونديال. دابا وصلنا لماتش 96 البارح، 8 الماتشات ويسالي المونديال. بقاو 4 ديال الكارت فينال. جوج. جوج وجوج. الفينال الصغير أو والفينال 8 الكبير. 8 الماتشات. أو لا لا. يعني راه قربنا اخوان. شوفوا سيدي الماتشات، ها هما الماتشات ديال الربع. يلا عندك يا سيدي المغرب فرنسا والمغرب. قلنا سيدي خليتها حل الحلقة. الحلقة. ياك يا سيدي، يلا واخا. واخا متوقع. يلا لا تأهلوا، اللي يتأهل إن شاء الله المغرب. يلعب مع الصبليون ولا بلجيكا. اخويا شهر واخا. ما غيكونش ماتش سهل. اه والله الا بلجيكا غيحتقروا غادا الناس طالعة، غادا طالعة. وهذا هو اصعب منتخب تقدر تلعب ضده، هو داك المنتخب اللي كيكون عاغدي هو طالع. هو بالنسبة لي أنا أصعب اختبار للصبليون لحد الآن. اه بالنسبة لي. اه حيت المجموعة كانت عندهم سهلة. النمسا غاعفتوا عليها. كاب فير والسعودية اوروغواي. وأوروغواي. والنمسا سهلة. وبالنسبة لي أنا بلجيكا حاليا أحسن من البرتغال. آه. بالنسبة لي أنا مش كعناصر، فرق لا كأداء. بلجيكا أحسن دابا، شادة مقلعة غادا في نسق تصاعدي. البرتغال طيرو دي غارسيا كانت تكون العكس. تكون شي حاجة بعدا. ندوز انا اسبانيا اخويا، ندوز اسبانيا. والله ما عرف، بحال باغي ندوز البرتغال، ولكن البرتغال. باغي ندوز نشم. البرتغال باغي ندوز بلجيكا، ولكن حشمان. دوزها باش تعطيني النقطة فابور. دوز بلجيكا، اني دوز. بغيت ندوز بلجيكا وحشمت. انت شوف دوز النرويج في هذا الماتش هذا. حتى ممكن النرويج خدامة بهذا الشيء هذا كضرب. لا تصعب هاد الماتشات. المهم نمشيو شي حاجه سهله. ارجنتين غدوز صافي. واخا ما عرفت اش يوقع، يهبط لهم انفانتينو يبكي لهم تماك. طيح لهم، لا يطيح على ديك ديال السنغال. شجع هو. يطيح. اش غيشجع ميسي؟ اش بغا هو يمشي من سويسرا؟ اش بغا هو سويسرا في الدم ولكن ميسي قوم اش بغا فلوس هو اخويا. اش بغا هو يمشي سويسرا؟ الله يهديك. بحال الطاليان انت مكركبه ما عاقل عليه. ابن العاق. اخويا يلا صافي، عطينا التوقعات ديالك السي بدر. يلا آه سربكنا، عطينا الربعه اللي يدوز. المغرب، ايه. الارجنتين، اها. اسبانيا، اها. الانجليز. تا غادي نهبل انا الفايد. اللي لا مغرب،
بلجيكا، ارجنتين. صعيب هاد لا الماتش. هاري كين لا صاحبي. والله حتى صعيب هاد الماتش، هاد الماتش والله تيكون قاصح. آه. صحابك يحقروا عليهم في كرة الطوال بحال لا لا والعمالقة العمالقة تما. مع العمالقة دابا. آه. والله حتى يكون ماتش مشنشط هذا ديال النرويج والانجليز. انا كنقول اسيدي النرويج غدوز، يلاه وي طمعي يلاه. فينا. اي، وما ان حنا خاصنا نلعبوا هاد الضريبه باش خليوها. آه. غدوز النرويج اسيدي، عقل لي هالاند وي. غادي يبكي لك الهاري كين. غيبكي لك الهاري كين. السور اللي بغاو يرجعوه السور، فهذه هي عندهم توقعات. عندهم مشكل في كوتي دروا الانجليز، وكوتي در غوش ديال النرويج هو مشمشم. آه. يلا وداك توقع الدفاع شوف. ديال الانجليز حتى هو كيقول لك واحد المثل غامر او غادر. والله. ايوا صافي سي حاتم غامر، انا بغيت نلعب المضمون. انا باغي نغادر. بغيت غادر. ونشوفوا ان شاء الله نرجعوا في نصف النهائي. اعطيونا توقعاتكم والسلام عليكم.